برشلونة وريال مدريد دايما ما كان يكون بينهم صراع على صفقات مهمة، والأهم اللي كان يميز هذا الصراع دوما وهو تواجد مدربين كبار بيتواجهوا بيخلوا أرضية الملعب عبارة عن معركة كبيرة. على عافية يا شباب. اللي كان يميز الكلاسيكو في الماضي غير الأسماء الكبيرة اللي كانت موجودة فيه إنه الصراع بين برشلونة وريال مدريد ما كانش ينتهي مع انتهاء الموسم. بعد سنين وسنين أخيرا بنلاقي صراع جديد بيشد انتباهنا بعد ما حسينا صراحة إنه الكلاسيكو فقد قيمته بعد خروج ميسي ورونالدو وغوارديولا ومورينيو. الصراع الجديد اللي الكل بينتظر حصوله في ليلة الكلاسيكو الكبرى وهو صراع بين تشابي ألونسو من جهة وهانز فليك من جهة أخرى. فلسفة تدريبية مع تشكيلات مختلفة مع تكتيكات مختلفة، والأهم من كل هذا إنه كل مدرب عنده أهداف محددة لازم يحققها خلال الموسم. والسؤال اللي هسه بنقدر نطرحه، هل سيستمر برشلونة بالسيطرة على الكلاسيكو بعد ما تمكن النادي الكتالوني من هزيمة ريال مدريد في الموسم الماضي في كل المواجهات والمباريات اللي تواجهوا فيها، ولا ريال مدريد تشابي ألونسو له رأي آخر وراح يعيد هيبة ريال مدريد محليا وأوروبيا؟ مشان هيك يا عزيزي المشاهد، قبل ما نبلش بهاي الحلقة انزل اكتب لي رأيك بالتعليقات، شو رأيك مين راح يكون له السيطرة برشلونة ولا ريال مدريد؟ وكمان لا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس مشان يوصلك كل جديدنا. ولكن قبل البداية حابب أشكركم على دعمكم المتميز إلنا اللي وصلنا إلى 1000 مشترك خلال مدة قصيرة، وهدفنا القادم هو 5000 مشترك، وأنا متأكد بفضل الله ثم بفضلكم راح نوصل لهذا الرقم خلال فترة قصيرة. في البداية خلونا نحكي عن المدرب الألماني هانس فليك، المدرب اللي قلب شكل برشلونة وطور أسلوب النادي الكتالوني، جعل النادي الكتالوني نادي آخر، نقل النادي الكتالوني إلى أفضل مستوياته في آخر 6 سنوات. أسلوب المدرب الألماني بيمتاز بقوته الهجومية، وأيضا بيتميز بضغطه العالي، والطريقة اللي بيتعامل فيها المدرب مع كل مباراة بتبهرك. يعني مثل ما بنشوف في المدرب في أغلبية مبارياته بيرجع بعد ما يكون متأخر بهدف وبهدفين. أما عن التشكيلة المحببة للمدرب فهي 4-2-3-1، والتشكيلة هاي اللي كانت ولا زالت مصدر إلهام لكل مدربي العالم. يعني نادر ما نشوف مدرب ما استخدم هاي التشكيلة. بس هانس فليك بيتميز بأنه بيطور التشكيلات والتكتيكات، مثل ما شفنا 4-2-3-1 كيف اتطورت بشكل رهيب مع المدرب الألماني رفقة برشلونة. وهو تقريبا أول مدرب بيستخدم هذا الأسلوب في تدريب نادي، وهو أسلوب الدفاع المتقدم. ركز لي مع مصيدة التسلل، أيوة مع مصيدة التسلل. خلينا أوصف لك هانس فليك بأنه مدرب ذكي وشاطر، استغل تواجد تقنية الفار اللي بتخدم هذا الأسلوب وأيضا بتخدم هذا التكتيك. هذا الأسلوب لم يستخدم من أي مدرب من قبل بكثافة الاستخدام من المدرب الألماني. المدرب الألماني ورقيا بيلعب بأسلوب 4-2-3-1، ولكنه في الأغلب المدرب كان داخل المباراة يغير التشكيل والتكتيك ليصير 3-3-2-2. دي يونغ بيرجع مع المدافعين مارتينيز وكوبارسي، وبيلعب قدامهم بيدري وكوندي وبالدي، وأمام الثلاثي هذا بيلعب كل من يامال وأولمو أو يامال واللاعب فيرمين لوبيز. وكثير شفنا فيرمين لوبيز بيلعب بمركز الجناح الأيمن. ليش؟ لأنه رافينيا وليفاندوسكي كانوا بيتمركزوا بالأمام، ولكن رافينيا بيكون متأخر بعض الشيء عن البولندي. طريقة اللعب هاي كانت تميز النادي الكتالوني انه نادي هجومي بحت وبشكل غير طبيعي، واللي بيأكد كلامنا انه سجل النادي الكتالوني 174 هدف. وكمان اللي بيميز هاي التشكيلة وطريقة لعب المدرب الألماني وهو قوة ترابط اللاعبين وتبديل مراكزهم، وهاي الخاصية صراحة تعتمد بالأساس على المدرب ذات نفسه. يعني باختصار شغل المدرب هانس فليك. وممكن انه نقول انه آخر ميزة عند هانس فليك هو انه مدرب بيعرف طريقة تفجير اللاعبين وتفجير مواهبهم وتطويرهم، يعني الاستفادة من اللمسية باختصار. وطالما حكينا عن اللمسية فلازم نذكر انه ما في احسن من برشلونة انه تستغل فيهم هاي الميزة، مثل ما شفنا شو صار مع مارك بيرنال وكاسادو فورت وجيرار مارتن ودومينيكيز، الثنائي الاخير اللي ما قدم المطلوب منه يعني بصراحة، ولكنه استفاد منهم. نعم استفاد منهم خلال الموسم. مثل ما وصفنا المدرب الألماني بانه مدرب شاطر، فلازم نقول غلطة الشاطر ب1000، لانه برشلونة مع القوة الهجومية المتميزة واللي بيسجل دايما أهداف كثيرة، إلا إنه منشوف برشلونة أيضا بيستقبل الأهداف بشكل غير طبيعي. برشلونة استقبل 81 هدف في 60 مباراة، صراحة رقم ضخم، وهذا الإشي مش لسوء الدفاع إنما لجنون وهوس المدرب في فكرة الهجوم والضغط، وأيضا في فكرة الدفاع المتقدم. وهنا أنا لازم أحكي لكم النقطة الثانية، وهي المخاطرة الزايدة اللي عند المدرب الألماني هانس فليك. المدرب الألماني هانس فليك مثل ما ذكرنا وحكينا انه هو بيلعب بدفاع متقدم. المدرب الألماني عنده جنون في الهجوم، حتى وهو فايز في اهم المباريات امام نادي الانتر ودقيقة 87. باختصار اي مدرب طبيعي كان ممكن شوي يرجع للدفاع، انما المدرب الألماني هانس فليك بيقرر انه يستمر بالضغط على نادي الانتر، وكانت النتيجة
الخساره من نادي الانتر والخروج من دوري ابطال اوروبا. وهنا بنيجي للنقطه الثالثه اللي بتقول كثر الضغط بولد الانفجار. المدرب الالماني وطريقه ضغطه المستمر والتقدم والضغط على الخصم صراحه خسروا جزء كبير من اللاعبين المهمين في اهم المباريات، مثل ما شفنا كوندي وبالدي وليفاندوسكي بيغيبوا عن مباريات الانتر. وهين المدرب الالماني خسرهم في اهم المباريات بل في اهم تفاصيل الموسم. مشان هيك هاي تعتبر صراحه مشكله عند المدرب الالماني، لكن هاي النقطه ممكن تنحل الموسم هذا في حال برشلونه استقطب لاعبين اضافيين ممكن يستخدمهم في مباريات محليه ويريح لاعبين كبار. وايضا فكره استقبال العديد من الاهداف ممكن تنحل مع قدوم واستقطاب الحارس الاسباني خوان غارسيا. اما عن تشابي الونسو يا سيدك العزيز، فهو استلم زمام الامور في ريال مدريد بعد فتره سيئه للنادي الملكي. عمل الونسو صراحه انا بشوفه اسهل من عمل المدرب فليك في بدايه موسمه الاول مع نادي برشلونه، لانه انك تستلم فريق في اخر 4 سنوات محقق دوري ابطال اوروبا مرتين ومسيطر على الساحه الكرويه ان كان محليا واوروبيا، هذا الاشي صراحه فارق كبير. ولكن هذا الاشي نفسه بحد ذاته اشي بشكل خطر كبير على النادي الملكي وعلى خطه وتكتيك المدرب الونسو مبدئيا، لانه نادي ريال مدريد ولاعيبه نادي ريال مدريد عندهم تشبع موجود من الالقاب، وهذا الاشي بيناسبه ضخ دم جديد داخل النادي الملكي، وهي هاي الشغله اللي بيعملها حاليا المدرب الاسباني تشابي الونسو. هسه منطقيا ومبدئيا ريال مدريد مع الونسو بكاس العالم للانديه الى الان بقدم اشي مميز، وعن جد اول مره بتحس نادي ريال مدريد عنده تكتيك وعنده تشكيله وعنده خطه نازل يلعب فيها بشكل ممتاز داخل ارضيه الملعب. وانا بدي احكي لك انه في تحسن ملموس وظاهر عند نادي ريال مدريد، ومن الاخير الونسو الى الان انا بعتبره نجح مع نادي ريال مدريد انه يتخطى وتخطى كل العقبات الموجوده في اول 5 مباريات في كاس العالم للانديه. والعلم عند الله، انا باعتقادي وبنظرتي انه نادي ريال مدريد بالموسم المقبل راح يقدم مستوى وموسم خرافي مع المدرب تشابي الونسو. حتى بيني وبينك ممكن يوصل لانهم يحققوا دوري ابطال اوروبا. ممكن هسه حدا يطلع يحكي لي ريال مدريد الى الان ما واجه الانديه الكبيره، فهم واجهوا اساسا انديه بالموسم الماضي كانت سيئه او كان ادائهم سيء، مثل الهلال مثل يوفنتوس وبروسيا دورتموند. خلينا احكي لك هين انه ريال مدريد حتى هو نفسه مر بموسم سيء جدا، ولكن الامتحان الحقيقي ولا الاختبار سميه مثل ما بدك هو امام نادي باريس سان جيرمان. ومشان الفت انتباهك هاي الحلقه تصورت قبل مباراه نادي ريال مدريد وباريس سان جيرمان، فبالتالي انا ما بعرف شو صار داخل المباراه. الونسو الى الان استخدم اكثر من 4 تشكيلات، ولكن انا باعتقادي وبظلني مصر على رايي انه الونسو راح يستخدم تشكيله 4-2-3-1 في المباريات المهمه، لانه هي اكثر تشكيله اعتمد عليها مع نادي ليفركوزن بس كان يواجه انديه كبيره. وهي صراحه شطاره المدرب، لانه بينوع التشكيلات اللي بيستخدمها خلال الموسم، وتنويع التشكيلات يعني راحه اللاعبين، وايضا الخصم ما بيتوقع شو خطوتك المقبله. الونسو بالاساس بيعتمد على قلوب الدفاع ولاعبي خط الوسط بالضغط وايصال الكره للامام، ومع ريال مدريد بيمتلك اللاعب الكبير هويسن اللي بيستطيع نقل الكره من الوسط الى الامام بشكل رهيب. وبالنص عندك كل من فالفيردي وبلينغهام وجولر اللي بيتميزوا بقوتهم وطريقه لعبهم المثاليه بنقل الكره وتناكل الكره. نظره المدرب الاسباني ابدا ما بتخطئ، فاعاد جولر من مركز الجناح الايمن الى وسط الميدان ليبدع ويقدم لنا مباريات بشكل ممتاز، وهذا الاشي لحاله كافي انه يوصلنا فكره انه المدرب الونسو عارف بالضبط شو بده يعمل داخل ريال مدريد، وايضا انه مدرب شجاع وبيتخذ قراراته وتكون قراراته حاسمه. الونسو ممكن يعتمد على تشكيله 3-5-2 او حتى تشكيله 3-2-3-2، ولكن انا بنظري الونسو ضد الانديه الكبيره راح يلعب بطريقه اللعب المشهوره تبعته 4-2-3-1. الونسو في اغلب المباريات في اخر تقريبا 3 أو مباراتين في كأس العالم للأندية فضل تشكيلة 3-5-2، لأنه داخل المباراة وفي الحالة الدفاعية هاي التشكيلة بتنقلب من 3-5-2 إلى 4-4-2، بحيث إنه أرنولد وفران غارسيا بيرجعوا بيتمركزوا بمركزي الظهيرين، وأيضا تشاوميني بيتحول إلى لاعب ارتكاز أمامه كل من بلينغهام وفالفيردي، وأمامهم اللاعب أردا جولر بمركز الوسط المهاجم، وفي المقدمة بيلعب كل من غونزالو غارسيا واللاعب فينيسيوس جونيور، وفي الحالة الهجومية بيكون في
في عندك ضغط غير طبيعي من الأطراف ومن الوسط نفسه، وطريقة تناقل الكرة مع تواجد تشاوميني بالمنتصف بيصير في عملية ربط قوي مع توفير مساحات للاعبين الآخرين. أما عن ميزات المدرب الإسباني ألونسو، صراحة ألونسو في بينه أشياء وميزات مشتركة بينه وبين المدرب الألماني هانس فليك. فالمدرب عنده طريقة تطوير لاعبين بشكل مذهل وممتاز، وأخيرا يا جماعة بنشوف ريال مدريد بيجيب هاي النوعية من المدربين، بلكن نصير نشوف لاعبين من الكاستيا، وشفنا شو مقدرات الكاستيا باختصار. يعني ما في داعي حدا يجي يحكي لنا انه الكاستيا سيئة. صراحة الكاستيا هي أكاديمية غير مستغلة من جانب نادي ريال مدريد، مثل ما شفنا غونزالو غارسيا اللي قدم مباريات ممتازة مع نادي ريال مدريد. اللاعب الإسباني سجل 4 أهداف وصنع هدف في 5 مباريات لعبهم مع نادي ريال مدريد في كأس العالم للأندية. وشغلة ثانية على حكي وكلامي انه ألونسو عنده طريقة تطوير لاعبين ممتازة وفعالة، شوفوا لي على فران غارسيا اللي انفجر مع المدرب الإسباني، وصار عند ريال مدريد شك في انهم بحاجة لظهير أيسر بعد ما دخل نادي ريال مدريد سوق الانتقالات الصيفية في بدايته وطلب ظهير أيسر قوي يغطي النقص الموجود عند نادي ريال مدريد. والمميز الثاني عند المدرب الإسباني واللي هي صراحة أنا رجعت فيها على إحصائيات نادي ليفركوزن، وهي انه ليفركوزن سجل منه هدفين مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو في 39 مباراة. بصراحة هاي النسبة جدا ممتازة مقارنة بالأهداف المستقبلي وهي 29 هدف بنفس المباريات. وهنا أنا بحكي عن أفضل مواسم نادي ليفركوزن مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو، وهو موسم 2023-2024 اللي توج فيه النادي الألماني في أولى بطولاته في الدوري الألماني. المدرب الإسباني تشابي ألونسو بيعتمد على تدوير التشكيلي وتبديل اللاعبين مثل ما قلنا فيما سبق وفي فيديوهات سابقة. فكان المدرب الإسباني بيعطي راحة للاعبين المهمين، ليش؟ مشان يكسبهم في المباريات المهمة. أول نقاط ضعف المدرب الإسباني ألونسو هو أنه مدرب إسباني بحت، يعني مدرسة إسبانية بحت. يعني في بعض المباريات بيغير وبيعمل تبديلات لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني باختصار مثل غوارديولا مثل دي لافوينتي وغيرهم من المدربين الإسبان اللي عندهم هاي المشكلة بشكل واضح. والنقطة الثانية وهي بتتمثل في انه فكرة تبديل التشكيلات بكثرة ممتازة، مثل ما بنقول اي شيء بيزيد عن حده بيقلب ضده، فبالتالي فهي بتشكل خطر كبير، وهو انه بس تلعب ضد أندية كبيرة وتغير باستمرار طريقة اللعب ممكن احيانا يصير في مشاكل في ترتيب اللاعبين. وهان انا بحكي عن ألونسو في ليفركوزن. الان ما بنعرف طريقة لعبه بريال مدريد وهل راح يعتمد على نفس الاسلوب ولا لا، ولكن بسبب انه مع ريال مدريد استخدم في 5 مباريات 4 تشكيلات تقريبا، هاي لحالها بتخليك تحكي انه لساته على نفس التشكيلي ولساته على نفس التكتيكات. وايضا تغيير التشكيلات بيؤدي لنا احيانا الى مشاكل كبيره، وخصوصا ان المدرب الاسباني تشابي ألونسو بيعتمد على جهوزيه اللاعبين باختياره للتشكيله، وهذه مشكله صراحه ممكن يواجهها في المباريات الكبيره، لانه مش دائما بنقسم المباريات الكبيره بالجهوزيه. فمثلا عندك سيرجيو روبرتو لاعب برشلونه السابق، في الكلاسيكو كان لاعب اسطوري، وخارج الكلاسيكو تحسه لاعب عادي بل اقل من عادي. وكمان لازم انه نعتبر انه بعض اللاعبين بيلعبوا مشان اسم الفريق واسمهم، مشان هيك بحكي لك انه ألونسو ممكن يعاني شوي من هاي الناحية. لا تنسوا انه في فرق شاسع بين ريال مدريد وليفركوزن، يعني الاسماء الموجودة داخل ريال مدريد مش نفس الاسماء الموجودة داخل ليفركوزن. وكمان لا تنسوا اللي احكيته منذ قدوم ألونسو، انه بالبداية اغلب المدربين بيكونوا في فترات نجاحات وبعدها بيتم الحكم عليهم بشكل صحيح، مثل ما صار مع المدرب الاسباني الاخر تشافي. باختصار ألونسو وفليك مدربين كبار وممتازين وفي بينهم وجه تشابه كبير، بس اسلوب الضغط المتشابه بين المدربين انا بنظري بيميل بالكفة هاي الى المدرب الالماني هانس فليك، لانه بطبيعة اسلوبه وبطريقة اسلوبه الالماني يعني بتحسه بيميل للنجاح اكثر مع المدرب الالماني هانس فليك. اما على الاسلوب الدفاعي فهاي النقطة بنظري راح تروح للمدرب الاسباني تشابي ألونسو، بيتفوق على فليك بسبب كم الاهداف الكبير اللي استقبله نادي برشلونة مع فليك. اما معركة الوسط وهي معركة المدربين، شو بيطور المدرب وشو بيعمل للاعبي الوسط، شو بتلاقي منهم طريقة لعب وابداع وامتاع داخل الملعب. المدربين صراحة بهاي الجزئية ابدعوا امتعوا بما فيه الكفاية، وبكفي انه شفنا فليك اخرج لنا لاعب مثل اللاعب بيدري بطريقة واسلوب ممتاز. تمام بيدري هو لاعب ذو موهبة كبيرة ولكن تفجر رفقة المدرب الالماني هانس فليك. وكمان يوليان فيرتس اللاعب اللي انتقل لنادي ليفربول كان افضل مواسمه رفقة نادي ليفركوزن وبالتحديد مع المدرب الاسباني تشابي ألونسو. ولكن هاي النقطة بحسها بتميل للمدرب الالماني هانس فليك بسبب ما شفناه من ابداع وتطور رهيب
التدريب للاعبي وسط برشلونة، وكل اللي حكيته عن طريقة لعب الفريقين وتشكيلتهم بيلخص ويتلخص بس بانه كل مدرب ابدع باسلوبه. يعني كل مدرب طور من طريقة لعبه وطور من تكتيكه ولم يبقى على التكتيك نفسه، بل بالعكس اضاف اشي جديد للتكتيك ذاته. وهي النقطة انا بنظري بتروح لكلا المدربين، يعني نقطة بتروح لفليك ونقطة ايضا بتروح للاعب والمدرب تشابي الونسو. تحكي لك انه فليك والونسو الى الان الحكم عنهم لسه بدري، ولكن كاستقرار وابداع فليك بيتفوق شوي على الونسو، بس لازم نشوف فترة ريال مدريد القادمة وشو راح يصير مع نادي ريال مدريد في كأس العالم للأندية، لأنه راح يكون نقطة مهمة للحكم على طريقة لعب وإبداع المدرب الإسباني تشابي الونسو. بس يا عزيزي المشاهد، لهين بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسى انك تكتب لي في خانة التعليقات مين بتشوف افضل، فليك ولا الونسو، ومين راح يقدم الافضل خلال الموسم القادم، ريال مدريد الونسو ولا فليك برشلونة. وكمان لا تنسوا دعمنا باللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل جديدنا. ولهين بحب احكي لكم سلامات.